ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة بسكوت العيد الجميل ده في البيت وفي الفرن بتاعك. مش هتحتاجي تروحي فرن بره، وهتسوي فيه وهيطلع معاكي بالشكل الجميل ده. ما شاء الله حجم البسكوتة حلو مش رقيقة قوي ومقرمشة وطعمها تحفة. يلا بقى اعملوا لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس ومشي الفيديو عشان يوصلك كل جديد. شكله جميل ازاي. ده بسكويت القرطاس مش بمكن، بس اللي هقولك لو انت عايز تعملي بالمكن هتعملي ايه. هنجيب بقى كده معانا قالب زبده. ده قالب زبده ده كيلو، انا هاخد 500 جرام منه. بس انا بقولك لو انت مش عندك مثلا ميزان تعملي ايه، هتجيبي تفتحي قالب الزبده كده وتحاولي تاخدي النص بالظبط بعينيكي وان شاء الله هيجي معاكي مظبوط. طبعا لو انت عندك ميزان هيبقى افضل، والزبده تكون نص تجميده، يعني مش سايحه ومش مجمده قوي. نبدا نقطعها كده ونحطها في العجان، او لو عندك مضرب ابدأي حطيها في طبق وبالمضرب. ومعانا بقى كده كوبايتين كبار من السكر، او 200 جرام من السكر على الكيلو دي. 200 جرام من السكر. لو انت عندك ميزان. لو انت مش عندك ميزان انا بقولك بالكوبايات اللي هو الاسهل. حطينا كوبايتين من السكر على النص 500 جرام من الزبده، وضربناهم كويس جدا مع بعض الزبده مع السكر، يبقى معاكي ناعمه وتبقى هشه وتبقى لونها فاتح كده بالشكل ده. نبدا ننزل بالبيض واحده واحده. انا نحط 5 بيضات، ننزل واحده واحده العجين يشربوا وكله يختلط مع بعض يبقى معاكي بالشكل ده. خلاص ابدأي انزلي ببيضه تانية. انت ممكن تحطيهم كلهم مره واحده بس هياخد معاكي وقت مش هيديكي النتيجه الحلوه. فانت بننزل بواحده واحده العجينه تشربها تعمل معاكي بسرعه قوي. مش هتحتاجي يعني ياخد معاكي وقت البسكوت، وزي ما قلت لك بيدي نتيجه احسن. هيضربوا كده مع بعض زي ما قلت لك. نزلنا خلاص بواحده واحده. ونجهز بقى ايه. ومعانا بقى هنا كده فانيليا، وطبعا اساسي في اي بسكوت، اي نوع بسكوت لازم الفانيليا ده مع البيض. وهنحط له بقى، انا حطيت زيت جوز الهند. لو انت عايزه بالبرتقال حطي زيت برتقال. بتشتري كده ازازه من عند العطار، هي ازازه بتحطيها على الكيلو. ده زيت جوز الهند، في زيت برتقال، في زيت موز، اي نكهه انت عايزه، في زيت لوز، اي نكهه انت عايزاه حطيها كده. انا بحط اخر بيضه اللي هي خمس بيضه. زي ما قلت لك خلاص تتضرب وتبقى معانا بالشكل ده. بصوا ما شاء الله جميل ازاي، عامل زي الكريم الشانتيه. لازم يديكي النتيجه دي ان كان بالعجان او بالمضرب او بايديكي. لو بايديكي بس هيحتاج وقت شويه، بس لازم يطلع بردك بالنتيجه دي. نبدا بقى ننزل الدقيق بتاعي انا عارفه هو كويس جدا، فانا حطيت له رشه من الملح، وهحط له نص معلقه من بيكنج باودر. نص معلقه البيكنج باودر، ودي بتبقى مهمه قوي على كيلو دقيق. نزلت بشويه شويه لان العجان بتاعي مش كبير، فيدوبك قلت بس يختلطوا. مش بنعجن البسكوت، مش بتعجن، يدوبك بس كله يعني الدقيق تلاقيه اختفى خلاص ما تعجنيش فيه. وانا اخليه على اوطى درجه عشان مش عايزاه يتعجن. اوطى درجه خالص كان في العجان او في المضرب، او بايديكي تهدي كده شويه عشان الهواء بيبقى جواه هوا وانا مش عايزه الهواء ده يطلع. طبعا كميه دي زي ما قلت لكم مش هتيجي مره واحده، فانا حطيتها في طبق تاني ونزلت عليهم بالخليط اللي كان في العجان نزلت عليه. وهبدا برضك اقلبهم كده بالراحه لحد ما خلاص كله اندمج كده مع بعضه بالشكل ده. معاكي ما شاء الله الخليط طري جدا. ده زي ما قلت لكم بسكويت بتاع القرطاس. طب لو انا عندي المكنه بتاعه البسكوت هتحطي بتاع حوالي 3 معالق كبار من الدقيق، وهيجي معاكي مظبوط جدا برضك في المكنه بتاعه البسكوت. هو بيبقى المكنه بتاعه البسكوت بتحتاج اللي هو يبقى ماسك شويه، مكنه القرطاس بيبقى محتاج اللي هو يبقى طري عشان يعرف ينزل من القرطاس كويس. بصراحه بتاع القرطاس جميل جدا. بصوا بقى لو عايز تشتري بقى القرطاس كويس لازم يبقى من جوه مشمع ومن بره قماش، ودي حاجه مهمه قوي فيه، لان يبقى فيه منه قماش من بره وقماش من جوه. ده بيخلي الزبده اللي جواه بتنضح وبيبقى رخم جدا في العمايل ومش حلو. فاللي هو الحلو اللي هو من جوه مشمع ومن بره قماش. تبداي بقى بالسجام بتاعتك وابداي بقى حطي بالشكل ده. ما شاء الله بيتعمل سهل زي ما انت شايفاه بالقرطاس. بصراحه يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله هتعملي الكيلو ده في نص ساعه، مش تاخدي حاجه. ندخله بقى الفرن على درجه حراره 170، او لو انت مش عندك درجات درجه حراره متوسطه، وهيطلع معاكي ما شاء الله باللون الحلو ده. انت عارفه هو مش بياخد وقت طبعا، كل فرن غير التاني، مش هقدر اقول لك بالظبط الوقت اللي اقول لك طلعي فيه. افتحي كده الفرن وشوفي اللون بتاعه وهيطلع معاكي بالشكل الحلو ده. تحفه جدا.